انا عارف ان انا ماليش في موضوع الفلوجز دوت، بس هبتدي اشارك كده، هعمل زي موضوع نصر الله، اتكلم في موضوعات عامه او موضوعات خاصه بيا انا، حاجات فرقت معايا، اخطاء انا اخطات فيها. اتمنى مثلا محدش يقع في نفس الغلط دوت، حاجه اكيد طبعا هتفرق معاكم. طبعا انا في طريقي نزلت، قبل ما اروح الشغل لازم اجيب قهوه، فهمشي مسافه كبيره جدا ممكن تاخد نص ساعه عشان اجيب القهوه. دي حاجة تانية أنا بس عايز أقول عنها، إن أنت ممكن تحسد نفسك. الكلام دوت سمعته من حد بس مكنتش مقتنع بيه الأول. تمام، سمعته من كذا حد على السوشيال ميديا. ازاي بقى؟ أنا في شغل عملت بلان حلوة كده واشتغلت عليها لمدة 3 شهور، ما شاء الله أرقامي وصلت فيها مستوى كويس جدا. أنا الفترة دي ما كنتش بتكلم، بس كنت بشتغل بس. الفترة اللي أنا بدأت فيها إن أنا أتكلم، بعد أتكلم أنا بجيب أرقام كذا، بجيب أرقام كذا، يعني في حتة من الفخر يعني كنت عايز أتكلم فيها. بعديها الشهر دوت أنا واقع تماما، مش قادر إن أنا أفهم الكاستمر أصلا عايز إيه. فدي أول جزئية، عود نفسك إنك لما تسعى في حاجة أو مستواك ربنا يوفقك في حاجة تقول الحمد لله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وما تشاركهاش مع حد. تمام، عشان تفضل مستمر عليها. كده أول جزء. بقى أجيب القهوة، بعد كده أروح الشغل. جبت القهوة، مش مسافة كبيرة أوي الصراحة، بس الحمد لله يعني ماشي برضه كويسة. بحاول دايما إن أنا أبص للجانب الإيجابي مش الجانب السلبي. المهم جبت المادة الإلكترونية بتاعتي اللي هي القهوة طبعا، جبت الكمية دي بس طبعا هي فترة أفضل. في حاجة عايز أقولها، هو أنا مش متدين أوي، بس بجد من المواقف اللي الواحد بيمر فيها خصوصا الفترة اللي فاتت، أكتر حاجة هتعملها إنك تحاول إنك تكون يعني تحسن العلاقة ما بينك وبين ربنا. يكون عندك ثقة في ربنا، الحاجة الوحيدة اللي هتساعدك إنك تاخد خطوة في أي حاجة. حتى قبل كده مرة اتكلمت إنك لازم دايما تجدد النية قبل أي عمل أنت حابب إنك تعمله. يعني أنا مثلا ببقى نازل الشغل ببقى في ضغوط وأيا كان مجهود حاجات كتير جدا، خايف من أخطاء ممكن أقع فيها وأقع فيها وكده، بس برجع أقول إيه، يا رب وفقني في الشغل دوت، العمل ده وجهك هيسر لي أمر فيه. أنا عارف إن أنا مش أشطر واحد ومش أحسن واحد، بس أنا محتاج دعم من الإنسان جدا. أنا بوصل لمرحلة كده بحس إن أنا مش قادر إن أنا أشتغل، مش قادر إن أنا أعمل حاجة، مش حاسس وقت حصل له، فبدأ ربنا بالتوفيق والسداد. بس دي حاجة المشهد بقى ياخد فقرة طلوع السلم، ربنا ييسر.